عايش. ميرسي، مرحبا بك سافر. محمود بن حمدة، مراسل موقع جديد نيوز. شرفوا. زوز ملاحظات. الملاحظة الأولانية، يظهر لي اليوم العرض فردي، قبل يظهر لي كنت في عرض جماعي، في عروض جماعية ولا في عروض جماعية. بغيت نستحضر عرض بركة انا اليوم. والله يسلمك. ايوه كل ياسر اليوم كلها ياسر والله اسمع لي من قوة العرض نتاع ليلى سينا. بارك الله فيك. كيف ياسر باهي. يظهر لي العرض الفردي مش كيما العروض الجماعيه. اليوم لقيت روحك وحدك امام جمهور كبير، امام ركح زاد كيف معناها شيخ المهرجانات التونسيه اللي هو مهرجان سوسه الدولي. معناها كيفاش يعني لقيت روحك اليوم قدام جمهور مهرجان سوسه، خاصه في عرض فردي. الملاحظه الثانيه، اليوم في الكتابه نتاعك للنص يظهر لي احنا اليوم في تونس عندنا مشكله ولات انه ردود الافعال نتاع الجمهور كي يظل فما عرض فيه يعني كلمات وفيه معاني تاع الغشه كما نقولوا احنا، او ايحاءات اخرى، او معناها رموز اخرى غير خارجه معناها، ولا غير معناها عائليه كما نقولوا احنا بلغتنا. انت اليوم صابر جازفت كتبت نص فيه بعض من الكلمات اللي فيها غشه بلغه اخرى كما نقولوا احنا بلغه التوانسه، بلغه الجمهور. لهنا انت اليوم جازفت وكتبت، ما خفتش من ردود الجمهور، خاطر اليوم الجمهور يحكي مثلا كي يحضر في عرض فيه معناه كلام من النوع هذا، باسكي باش يخرج من بعد في الكواليس باش يقول والله العرض كذا فيه كذا، العرض معناه تقريبا مش نتاع عائلات باش يجيو يحضروا، كيما فما فنانين اخرين خدموا معناها بالطريقه هكا، فما اللي نجح وفما اللي ما نجحش. لكن اليوم انت جازفت كتبت وعرض، وحسب رايي اني نجحت والجمهور جاء تفرج، بالرغم انه فما انتقادات يعني على بعض الكلمات اللي صارت في العرض. ما يشرفنيش اني ننجح بالغش. كي انت ننجح بدراعي مش بالغش. تحب نعرف شنو هي الغشه مثلا؟ لا، فما كلمات تقال اللي هو ما انا نفسي ما نعرفش. انا مش فهمتك فيها. فما الشراب والبول خاصه والفساد هذوما. كلمه شراب وبول هذيك غشه. فما حتى الكلمه اللي قالها توا النمري النمري غشه، حتى المنويه والفساد هذوما هما. لا سمح شوف انا حسبتش نقول انا شيء لا قولها ايش قولها ايش في عادي واش مشلو قال راه عاديه اللي هي شنو هي؟ هو فما ناس، فما نوعيه. قلت فما نوعيه نتاع جمهور ممكن الكلمات هذه. تعرف نوعيه الجمهور؟ سمحت تعرف انا باش جازفت اني ما عملتش الغشه في المسرحيه هذيك، هي المجازفه اللي انا عملتها. انا عملت لكم مسرحيه ما فيها حتى غش. هو كلام لحظه الجمهور زادوا لحظه سي امبورطون باش نجاوبك. عملت مسرحيه جازفت فيها ما فيها حتى كلام ما يتقبلش مع عند الكبير والصغير والعائله. هذيك كانت المجازفه نتاعي. كنت نجم نعمل لكم مسرحيه فيها برشا غش، نقارونتي لك الببليك باش تعجبوا 1000 مره قد ما عجبوا المسرحيه هذه. انا كي خدمت مسرحيه بابا نويل باش نكتب كلمه، باش نكتب تكست، والكيب نتاعي اللي معايا حاضرين، نجم نضرب 3-4 ايام ما نرقدش. الوركو كان سهل جدا اني نكتب حاجات فيها غشه، نقدهم رواه نقدهم مليح، فهمت؟ نقدهم خويا فنان والشارع وكذا ونقدهم. كان اسهل لي برشا. لحظه بس نكمل. لا والشارع ما تعايش في الشارع، مش معناتها ولد لا معناتها شو حتى ذي غشه زاد. دونك بالحق ماذا بينا ما نلصقوش تهم في حاجات غلط، على الاقل مع فنان اجتهد، على الاقل مع فنان قال انه انا نحترم الجمهور وانا نحترم الذوق وانا نحب نعلى بالذوق بتاع الجمهور. فنان هذايا ما ننصحكمش تجيو تقولوا له والله انت راك كي قلت كلمه شراب غشه، نو بالعكس. اول حاجه الساعه تصورتها انتم تقولوا عملت صابر، انت عملت وما شو ما فيهوش غش، سي ديجا برافو. كي دونك بالحق كانت مجازفه مني اني ما استعملتش الغش. دونك هذا فاش جازفت كلمه شراب، كلمه النمري راهو تعرف شنو النمري تاع خويا وريتها غش في المحمد شنو النمري شنو؟ لا اللبسه اي بيان اللبسه نتاع النمر، جلد نمر. ما نتصورش كان واحد مثلا يقول نمري بحذاه بوبش يعمل هكا نمري. نو دونك سي سا. دونك ميرسي. وبحق